في مرة زرت بيت بسيط جدا، لا فيه ديكور غالي ولا أساس فخم، لكن أول ما دخلته حسيت براحة غريبة. ولما رجعت بيتي بدأت أسأل نفسي، هو ليه بيتي مش بيديني نفس الإحساس؟ والإجابة كانت مفاجأة، وهغير بيها نظرتك لبيتك تماما. وياريت ما تستعجليش، لأن آخر نقطة هي أكتر نقطة غيرت إحساسي ببيتي، ويمكن تكون هي اللي ناقصة عندك من غير ما تعرفي. أول حاجة، ليه أول 5 دقايق في بيتك بتحدد حالتك النفسية لباقي اليوم؟ أول 5 دقايق بعد ما تدخلي البيت هي أخطر 5 دقايق في اليوم، وده لأن مخك في اللحظة دي بيقرر هل المكان ده آمن ولا لسه فيه شغل، ولا فيه ضغط، ولا فيه حاجات لازم تتعمل. لو أول حاجة تقابلك هدوم مرمية، أطباق في الحوض، أكياس على الأرض، أو حاجات متراكمة، مخك مش بيعرف مجرد فوضى، هو بيستقبل رسالة واحدة: لسه في مهام ولسه مفيش راحة. وعشان كده ممكن تكوني راجعة مرهقة جدا، لكن بدل ما ترتاحي تحسي انك داخلة وردية شغل جديدة. اما البيوت اللي بتحسي فيها براحة فهي مش كاملة، لكن اول مشهد فيها بيدي لمخك رسالة مختلفة: خلاص ارتاحي. وعلشان كده قبل ما تفكري تنضفي البيت كله، اسألي نفسك، ايه اول منظر بشوفه اول ما بفتح الباب؟ لان تغيير اول دقيقة ممكن تغير احساس يوم كامل. وتاني حاجة، ليه حتى بعد ما بتنضفي بتحسي ان بيتك لسه مرهق؟ عمرك ما نضفتي البيت كله وفي اخر اليوم بصيتي حواليكي وقلتي انا ليه لسه مش مرتاحة؟ المشكلة اننا ساعات بنركز على النظافة وننسى الاحساس. ممكن الارض تلمع، لكن الكراكيب حوالينا لسه بتقول للمخ لسه في حمل. البيت المريح مش هو البيت الانضف، البيت المريح هو البيت اللي يخلي عينك تعرف ترتاح. علشان كده اسألي نفسك كل اسبوع، ايه الحاجات الموجودة قدامي كل يوم ومبقتش ليها اي فايدة؟ وعايزة اقولك ان كل حاجة بتشوفيها بعينك مخك بيدفع تمنها. وتالت حاجة، ليه في اماكن في بيتك بتسحب طاقتك؟ في كل بيت في ركن محدش بيحبه، ركن كل ما تبصيله تحسي بتأنيب ضمير: كرسي عليه هدوم، ترابيزة مليانة ورق، ودولاب خايفة تفتحيه. المشكلة ان مخك بيشوف الركن ده عشرات المرات في اليوم، وفي كل مرة بيبعتلك نفس الرسالة: انتي مقصرة. وعشان كده بدل ما تحاولي ترتبي البيت كله، ابدأي بركن واحد، لان ركن واحد مرتب افضل من بيت كله فوضى وتحاولي تعملي كل حاجة مرة واحدة. رابع خطوة، ليه بيتك لازم يكون له شخصية؟ اسألي نفسك، لو حد دخل بيتك لأول مرة هيحس بإيه؟ راحة، دفى، ولا توتر؟ كل بيت له إحساس، وده مش بيجي من سعر الأساس، بيجي من التفاصيل الصغيرة: لون بتحبيه، ركن بتحبي تقعدي فيه، شمعة، كتاب، مج، بطانية. الحاجات دي مش رفاهية، دي بتقول لعقلك أنا في مكاني الآمن. وخامس خطوة، ليه بنفضل نشتري وبرضه مش مبسوطين؟ كل مرة بنقول لو جبت الكنبة دي هرتاح، لو غيرت الستارة دي هبقى مبسوطة، لكن بعد أسبوع الإحساس بيروح، لأن اللي كان ناقص مش حاجة جديدة، اللي كان ناقص إن البيت يخدمك، مش انت اللي تخدمي البيت طول اليوم. لما البيت يبقى كله شغل عمرك ما هتحسي إنه مكان للراحة. سادس حاجة، ليه بيتك محتاج لحظات هدوء مش تنظيف أكتر؟ خلينا أسألك سؤال، آخر مرة قعدت في بيتك 10 دقايق من غير موبايل ومن غير ترتيب، من غير تفكير في اللي وراكي، كانت امتى؟ احنا بقينا بنتعامل مع البيت كأنه قائمة مهام: ادخل المطبخ، انضف، ارتب، اغسل، واخرج. لكن عمرنا ما قعدنا نستمتع بالبيت نفسه. وفي يوم قررت اعمل عادة غريبة، كل يوم اقعد 10 دقايق في الركن اللي بحبه بكوباية مشروب من غير اي هدف. بعد كام اسبوع بدأت احب بيتي اكتر، لان البيت مش معمول علشان ننضفه بس، البيت معمول علشان نعيش فيه. سابع حاجة، ليه دماغك ما بتعرفش ترتاح حتى وانت قاعدة؟ عمرك قعدتي ترتاحي لكن دماغك لسه بتلف، تفتكري الغسيل والطلبات والأكل والشغل والرد على الرسايل؟ وده لأن مخك ما عندوش نهاية واضحة لليوم. وعشان كده اعملي عادة بسيطة قبل المغرب وقبل العشاء: لفي لفة سريعة في البيت لمدة 5 دقايق،
اقفلي الدولاب المفتوح وشيلي الكوباية، رجعي الحاجات مكانها، مش علشان البيت، وده علشان مخك يفهم ان اليوم بيقفل بهدوء. تامن حاجة، ليه المقارنة بتخليكي تكرهي بيتك؟ كل يوم بنشوف بيوت على السوشيال ميديا كل حاجة فيها مثالية، والنتيجة نبص لبيتنا ونحس انه ناقص، لكن الحقيقة انتي بتقارني لحظة مصورة بحياة كاملة. البيت الحقيقي بيكون فيه لعب أطفال وأوقات هدوم، وفي أيام بيكون مش مرتب، وده طبيعي. ما تخلي الصورة على الإنترنت تخليكي تنسي نعمة البيت اللي ربنا رزقك بيه. تاسع خطوة، ليه كل غرفة لازم يكون ليها إحساس؟ الغرفة اللي بتاكلي فيها غير الغرفة اللي بتشتغلي فيها، غير المكان اللي بتريحي فيه. لما كل مكان يبقى بيعمل كل حاجة عقلك بيتلخبط. حتى لو ركن صغير، اعمليه مكان للهدوء فقط. لما تقعدي فيه ممنوع شغل، ممنوع موبايل، ممنوع ضغط. بعد فترة مجرد ما تقعدي فيه جسمك هيبدأ يهدى لوحده. 10 حاجة، ليه البركة بتحسسك ان البيت اكبر؟ في بيوت صغيرة جدا لكن اللي فيها حاسين بالراحة، وبيوت كبيرة لكن اصحابها مخنوقين. الفرق مش في المساحة، الفرق في البركة. ابدأي يومك بذكر، شغلي قرآن في البيت، ادعي ربنا وانتي داخلة. الحاجات دي يمكن بسيطة لكن تأثيرها على إحساس البيت أكبر مما تتخيلي. وليه بنحاول نرتب البيت لكن بننسى نرتب نفسنا؟ خلينا أسألك سؤال، ايه فايدة بيت مرتب وصاحبة البيت منهكة؟ ايه فايدة كل حاجة في مكانها وانتي من جواكي تايهة؟ في فترة من حياتي كنت بقضي ساعات أنظف، لكن عمري ما كنت بقضي 10 دقايق مع نفسي، ولا أقرأ صفحة، ولا أكتب اللي مضايقني، ولا حتى أقعد في هدوء. واكتشفت ان البيت بيعكس اللي جوانا. لما تكوني مضغوطة حتى لو البيت مرتب هتحسي انه خانقك، ولما تكوني مرتاحة من جوه حتى لو في شوية فوضى هتعرفي تستمتعي بالمكان. وعلشان كده اهتمي بنفسك زي ما بتهتمي ببيتك، لان البيت الهادي بيبدأ بصاحبة بيت هادية. ليه كل بيت محتاج يوم اعادة ضبط؟ احنا بنستنى لما البيت يبقى فوضى وبعدين نبدأ، ودي اكتر غلطة. اعملي يوم ثابت كل اسبوع وسميه يوم اعادة الضبط، مش تنظيف عميق ولا مجهود كبير، ساعة واحدة بس ترجعي فيها كل حاجة مكانها، تغيري الملايات، تفتحي الشبابيك، ترمي اي حاجة مش محتاجاها، وتجهزي البيت لأسبوع جديد. هتحسي ان الأسبوع كله بدأ بطاقة مختلفة، لان مش بتبدأي من الفوضى، بتبدأي من النظام. واهم فكرة في الفيديو، ايه الفرق بين البيت الجميل والبيت اللي بيريح القلب؟ بعد كل اللي اتكلمنا فيه ممكن تفتكر ان السر في الترتيب او في الديكور او في النظافة، لكن الحقيقة البيت اللي بيريح القلب مش هو البيت الكامل. عايزة اقولك ان البيت اللي بيريح القلب هو البيت اللي تحسي فيه انك مش مضطرة تمثلي، المكان اللي تدخليه وتتنفسي وتحسي بالامان وتحسي انك مش في سباق. افتكري دايما بيتك مش معرض ولا فندق ولا صورة على السوشيال ميديا. بيتك هو المكان اللي المفروض يعالج تعبك مش يزوده. ولو قدرتي تغيري الإحساس اللي في بيتك حتى بأبسط التفاصيل هتتفاجئي قد ايه ان نفسيتك هتتغير من غير ما تحسي. وده لأن الهدوء مش بيبدأ من بره، الهدوء الحقيقي بيبدأ من البيت، وبيبدأ من صاحبة البيت. ولو وصلت لحد هنا فأنا عايزة أقولك حاجة، ما تحاوليش تطبقي الأفكار كلها مرة واحدة، اختاري فكرة واحدة بس وابدأي بيها النهاردة، وبعد أسبوع اختاري فكرة تانية. لأن التغيير الحقيقي مش بيحصل في يوم، بيحصل بخطوات صغيرة لكن مستمرة. واكتبيلي في التعليقات ايه أول حاجة هتغيريها في بيتك بعد الفيديو. أنا بقرأ كل التعليقات وبحب أشوف رحلتكم معايا. ولو الفيديو لمس قلبك اعمليلي لايك واشتركي في قناة بهدوء مع منى وفعلي الجرس، علشان هنا احنا مش بنتعلم ازاي نرتب بيوتنا بس، احنا بنتعلم ازاي نعيش بهدوء وبنبني حياة نحب نرجع لها كل يوم. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.